سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد، واليوم جبت لكم كريم كراميل هذيك اللي تتباع في المحلات. اليوم جبتها لكم كريم كراميل منزلي. ديريها في الدار بلا مايزين، جبتها لكم بلا مايزينه. ديري بها الحلويات اللي تارتولات التحليات، تتمشى مع البنان. الكراميل تتمشى مع البنان. وهنا ما غاديش نطول عليكم، وغادي نبدا معكم هذه الكريمه تاع الكراميل. هنا جبت الجميله تاعي ولا الطاوه ولا كسرونه، درت فيها 2 كيسان سكر. انا درت كيسان شويه، درت كاس شويه كبير. انتي ديري فنجال جربي صايي. وحطيتها فوق الغاز يتكرمل هكا. وانا حطيته هو راه فوق الغاز. انا غادي نوجد هنايا درت 2 كيسان حليب، يعني في كاسرونه اخرى ولا طاوه ولا جميله درت فيها 2 كيسان حليب هكا. وهنايا غادي ندير 2 مغارف نتاع فرينه. صاي قلت لكم هذه بلا مايزينه. صاي والفرينه الدار نعرفوا بلي الدار راها فيها فرينه، ما كاش دار ما فيهاش فرينه وما كاش دار ما فيهاش سكر. صاي وسهله مهله هذه الكراميل قلت لك وناجحه 100%. وها هو راه يتكرمل معايا السكر، او خليته يتكرمل هكا وخلطيه نورمال، يعني مشيت تخليه هكا يحترق. خاطش خلطي نورمال نورمال هكا خلطي حتى تشوفيه تكرمل هذاك السكر تكرمل. شو ما تغفليش عليه، نقصي له برك الغاز شويه هكا وديريه وخليه هكا غير شويه شويه يتكرمل. ها راك تشوفوا معايا بدا يتكرمل حتى يدي هذاك اللون تاع الكراميل. وردي بالك باش ما يحترقلكش هذاك السكر، خاطش كي تقوي له النار بالخف يحترق السكر. كون عارفين السكر بالخف يلق هكا النار شويه ناقصه، وانتي راكي تخلطي حتى يتكرمل معاك. ها شوفوا شوفوا انني درتها في الغاز الصغير كاع. ها راكم تشوفوا النار كاع في الغاز الصغير هكا. وبقيت نخلط حتى بدا يتكرمل. كتشوفوا هنايا السكر مازال ما ذابليش، نخليه يتكرمل. وانتي الا طلع لك الفيديو اول مره وراكي تشوفي فيا اول مره، ديري لي جيم وديري لي تعليق وديري اشتراك وفعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. هاكا راني راكو عارفين راه الغلا وكاع يعني. راه جاي رمضان، يعني هذه الكراميل قلت لكم تتمشى مع البنان، سورتو تتمشى مع البنان. وديري بها تحليات في رمضان ان شاء الله، ديري بها حلويات اللي تارتولات هكا. هكا وغادي نبدا نخلط هكا. انت استعملي مغرف خشبيه ولا وهليها حشايه راه يطيب. من هي حشا راه يطيب، وانا ندير فيها منه يعني ما تشدش الليد كاع. راكو عارفين راه الغلا قلت لكم وكاع، يعني جبتها لكم هكا بلا مايزينا الفرينه. وديري الكراميل تاعك وتقعد اطول مده في الفريجيدير ما يصرالها والو. علاش ما يصرالها والو؟ خاطش هي ديجا فيها الحلوه، يعني حلوه بزاف يعني. كيما الحسل الحلو، يعني حاجه دائما كي تكون حلوه ما غاديش تخسر. ديرها في الفريجيدير، ديرها في بواطه بلي عليها غايه وخليها ما غاديش تخسر معاك. وهنا صاي هذا تكرمل معايا. شوفوا السكر كاع ذاب راه صافي هكا. قلت لكم راني درتها كاع في الغاز الصغير هكا. وهنا غادي ندير له هذاك الحليب اللي درته. درت 2 كيسان حليب مع 2 مغارف نتاع فرينه هكا. خلطتهم غير هكا بلا فوي، غير بالمغرف، خاطر غادي نعاود نميكسي الخليط هذاك. غادي كي يدير نعاود نميكسيه هكا. وغادي نفرغ غير بشويه، غير بشوي، خاطش الحليب يفيض بالخف. ديرو غير بشوي وخلطي هكا، غير بشوي وخلطي. دوك تشوفوا النتيجه. هذه الكرامه تجي هايله. انا خدمت هذه وخدمت واحده اخرى ثاني كنا كليناها، والله الا كليناها. درت بها هكا تحليات وكليناها غير هكا، عطيتها لولادي هكا كلاوها. جات شابه، جات كي تعرفوا كي جات البنه تاعها جات كي الكابريز. هذاك شتو داك الكابريز اللي ينباع هكا، جات كي الكابريز. جات فيها واحد البنه مزينه غير جربوها. قلت لكم وناجحه. انا نجيب لكم هكا حاجه ناجحه، يعني حاجه بسيطه وناجحه. يعني هذه الكراميل ناجحه بلا مايزينه. انا الطاوه كنت هكا شاده البورطه قريبه ما انقلبت لي. هاوجي انا هكا. وهنا غادي نخلط وعاود نزيد غير بشويه، خاطر كون تكبوه ضربه واحده غادي يفيض هذاك الحليب، يطلع هكا ويفيض. صايي معانا راني دايره غير طاوه غير صغيره هاك، مانيش دايرتها طاوه كبيره هكا. غير بشوي بشوي حتى يذوب داك السكر. هذاك السكر دوك يذوب هكا غير بشوي بشوي حتى يذوب معايا. وغادي نزيدها هكا على 3 دفعات هكا. وغادي نزيد هذا التالي هكا. قلت لكم هذوك الحبيبات نتاع الفرينه غادي نعاود نميكس الخليط من بعد، ما غاديش نخليه كما هاك هاكا. ويعني شتو راه الغلا وكاع، يعني باش ديري حاجه حلوه كي من هاك وكاع اللي يقلك تشري ديك كريم كراميل راها غاليه. التوفيه هذه التوفيه يعني شتو الحوايج تاع الكاطو راهم غاليين، وراه جاي رمضان وكاع باش ديروا هكا هذه الكريم كراميل في الكاطو ولا. يعني غير بالفرينه هكا. وديري الحلويات تاوعك ولا ديري ديري التحليات ولا ديريهم في لي تارتولات هكا بالفاكهه يجوا شابين هكا. وهذه ناجحه. وانتم اخواتي ديروا لي جيم، ديروا لي تعليق، وبارطاجوا لي الفيديو مع الحباب والاصدقاء هكا، مع عائلاتكم مع فاميليات تاعكم هكا باش يستفادوا هما تاني.
هكا، وغادي نخلط حتى يذوب لي هذاك السكر هكا حتى يذوب. وهنا بعد ما ذاب لي راكم تشوفوا فيه صاي السكر كاع ذاب كيما هكا. غادي نطفي وغادي نقلعه من النار. صاي هكا هنايا طفيت، راكم تشوفوا هنايا سما كاع ذاب لي، كاع كي يقول له ذاب. غادي نقلعهم فوق الغاز وغادي نميكسي هذاك الخليط هذاك. غادي نعاود نميكسيه، راكم تشوفوا كيفاش. وهنا غادي نميكسيه، قلت لكم غادي نميكسي هذاك اللي كيقول له. برك راه يبان لكم غامق شويه، هذه الكراميل راه تبان لكم شويه غامقه، بصح هي غير برك غير الصوره الضوء ما كانش في كيقول له في البورطاب. وهي راه كنت تشوفوها قدامكم يعني فاتح اللون تاعه، راه فاتح الكراميل. قلت لكم برك الضوء ما راهش في البورطاب هكا شاعل. وهنا عندي هذا الدهان، يعني الدهان اختياري، تقدري ما ديريش، يعني انا غير برك هكا بغيت نزيد مغروف هكا تاع زبده. هذه الزبده تاع الخبز، هذا اللي يتقهووا به، ماشي زبده مارغرين، لا هذا غير الخبز تاع الدهان داك اللي يتقهووا به الصباح. صايي تتغي مغرف كيما هكا. وغادي نميكسي. قلت لكم اختياري الزبده، تقدروا ما ديروهاش، ما ديريش. قلت لكم هذه الوصفه ناجحه، ما ديريش كاع الزبده وتخرج لك ناجحه هكا. وغادي نميكسي شغل نذوب هذاك الدهان هكا. وهنايا بعد ما كملت غادي نفرغه في في هذا القوط. هذا قوطي تاع فرماج باطا. هذه نتوما ديروا في باطا، اي باطا عندكم هكا مغلوقه، تكون تنغلق مليح هكا باش ما تضربش الريحه فيها تاع الفريجيدير تاع الاكل. وهي الكراميل تاعنا هنايا راها 15 يوم في الفريجيدير. انا خليتها هكا بالعيني في 15 يوم في الفريجيدير باش نعطيكم يعني نعطيكم وصفه ناجحه. يعني قلت لكم تخلوها مده شهر ما غادي يصرى لها والو، تقعد كيما هي. برك غلقوا عليها مليح في الباطه باش ما تضربش في هذيك الريحه تاع الاكل تاع الفريجيدير. راكم عارفين الماكله كي تبقى نديروها في الفريجيدير باش ما تضربش فيها الريحه. قلت لكم هنايا راها في مده 15 يوم. وبرك قلت لكم البورطاب ما فيش الضوء بزاف، وهي الصوره راه الكراميل تاعي هذه فاتحه هكا. وديريها في الحلويات، لي تارتولات، ديري بها التحليات وتتمشى مع التحليه تاع البنان. تجي مع التحليه تاع البنان تجي روعه. البنان نعرفوا البنان يتمشى مع الكراميل. وهذه هي. جربوا هذه الوصفه وردوا لي خبر وقولوا لي وبصحتكم وان شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم. وهذه الكراميل ناجحه 100%. وصفه بسيطه. يعني الا بغيتي ديري حلوه هكا ولا ما عليك غير هكا ديري هذه الكراميل وديريها فوق. زعما تبغي ديري بسكوي ثاني ديريها من فوق البسكوي. فوق زعما تبغي تصنعي تارت لوليداتك ثاني ديريها من الفوق. يعني تتمشى هذه الكراميل. قلت لكم راها في مده 15 يوم. انا بالعاني خليتها هكا 15 يوم باش نعطيكم كيفاش زعما يعني راها ناجحه. تقولي هذا وين درتيها، نقسم لكم بالله تقولوا هذا وين درتها. وصلنا نهايه الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش اخواتي بارطاجوا لي الفيديو مع احبابكم مع فيميلتكم هكا باش يستفادوا. وهنا نقول لكم بقاو على خير. سلام.